وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبنا الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا مردا وليؤخر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصداء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقلت كياي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام عليك أزكى الأزكياء. صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام عليك من رب السماء. صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء.
الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه ما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزير الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه
وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما يوصل بالضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. كان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ما يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الأنسر لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لتذوين ما حفظت من شر أسرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عام العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيد السادات يا باب الحمى، يا سيد السادات يا باب الحمى، يا من على يا من على يا من على
وصف الزمان بمدح طه واكتسى وصف الزمان بمدح طه واكتسى عزا وعجلا عزا وإجلالا عزا وعجلا وزاد تكرما يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم وجرى بطلعة بدره بحر الوفاء 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 وشذا زمان وشذا زمان بمدحه وترنما يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان بمدح طه واكتسى وصف الزمان بمدح طه واكتسى عزا وعجلا عزا وعجلا عزا وعجلا وزاد
رسلي يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى بل معافى وساكن مساوى فاخلح الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يكت ما حركته في الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وأنشأها بمعونة الله محافظة على حك هذه الدرة وصونها
فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضلي وتنتشر في آثار مجدي الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى برازه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله حضوره وجود هذا المولود. فانفلق سم الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه نوبتي هاجا بوجود المصطفى حمد
للكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثل الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحشره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لما قصاد يا الله يا رب آمين بلغنا مقاصدنا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
لكي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا الله سلام يا رب عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا ياتي الوداع وجب الشكر علينا دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم الأرواح منا وكريم الأرواح منا بلقاء خير مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Qala radhiyallahu anhu Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Qala radhiyallahu anhu habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama binashri da'wah
إلى الله ولا قال بغيض قوت لعياله وأنتم اقتدوا بحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم شوه متعين عليكم نشر الدعوة إلى الله. الوالد محمد بن حسين أخذ 7 سنين في تربة في سحل محسن هو والوالدة يدعون إلى الله. الوالد يعلم الرجال والوالدة تعلم النساء. ومرة جاءوا القاسم إلى عند الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وشكوا شدة الجهل في قسم وقالوا له بغينا عالم يجي إلى عندنا بأجرته فقال له مرحبا معنا العالم العامل الناصح محمد بن حسين الحبشي في تربة فأرسل ولده علوي إلى عند الوالد فلما وصل جلس ولم يخبر والد بوساط الحبيب عبد الله حتى زهلت أي القهوة حتى زهلت أي طبخت القهوة وبدأ الوالد يصرفها قال له أنا جئت وصي إلى عندك من الوالد بغاك أي تصل إليه الآن قال له حسبك الله مرتين. Kekasih kalian Nabi Muhammad SAW itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kalian mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi dakwah ini bukan hanya ceramah. Dakwah itu fil maqal wa fil dalam hal dan fil maqal ya, dalam perkataan dan dalam keadaan. Itu sama-sama berdakwah. Sampean ge status monggo kemis malam Jumat al-muhibbin melok gak urusan wis pokoke status ada yang ikut 1 keutamaan yang besar sampai sing melok 10 lebih afdal sampai yang ikut sampai 100 lebih afdal ya. Al-Walid kata Habib Ali Habsyi, Al-Walid saya punya ayah Muhammad bin Husain, namanya abahnya Habib Ali itu Muhammad bin Husain. Itu beliau dakwah 7 tahun ada di desa Taribah. Ada di desa Taribah. Al-walid yu'allimu rijal wal walidah tu'allimu nisa. Ayah saya mengajar kepada yang laki-laki, ibu saya mengajar kepada yang perempuan. Oh jadi wali. Engko ngajar sing wedok-wedok ayu-ayu. Belain, oh ndak nafsu bib jari sopo anak 5 kok kan nafsu kan. Kalau saya ngajar perempuan ndak nafsu bib anakmu 3 kok ndak nafsu ngawur ya kan. Paham ya? Pernah maratan ja'u al-Ghasam, pernah satu ketika datang keluarga daripada keluarga Ghasam. Jadi satu daerah ada namanya al-Ghasam. Kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang ngarang Sulam Taufik. Dia ngadu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Bib, di daerah Ghasam ini syiddatul jahli fil Ghasam, orang-orangnya banyak yang tidak ngerti, banyak yang bodoh Bib. Saya kepingin 1 orang alim yang untuk dakwah di daerah Ghasam. Ghasam ini pelosok Pak, Ghasam ini pelosok. Akhirnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, saya punya murid alim, amil, nasih. Saya punya murid orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang alim, dan orang nasih, nasik orang yang jalan di jalannya Allah. Muhammad bin Husain al-Habsyi, abahnya Al-Habib Ali bin Husain al-Habsyi. Dia dakwah ada di Taribah. Setelah orang itu Al-Ghasam itu keluarga Ghasam itu pulang, Habib Abdullah manggil anaknya namanya Alwi. Alwi sini, kamu pergi ke Taribah, bilang ke Habib Muhammad bin Husain, Habib Muhammad dipanggil Abah, Habib Muhammad dipanggil Abah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sampai di Taribah, anaknya Habib Abdullah bin Husain Alwi ini disambut anaknya gurunya, monggo mari saya bikinkan kopi di baru mau minum, Habib Alwi ini ngomong, Bib, saya kesini ini ada wasiat daripada ayah saya. Habib Muhammad panjenengan disuruh berangkat, disuruh ke rumahnya ayah saya Abdullah bin Husain bin Thahir. Langsung didekek Pak kopi ini Pak. Loh kok enggak ngomong, kok enggak tak kena kopi kon. Langsung ditaruh semua.
Habib Alwi ini anaknya Abdullah bin Husain bin Thahir, disuruh nemeni anak-anaknya Habib Ali, Habib Muhammad suruh nemeni. Habib Muhammadnya pergi ke rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, panggil gurunya langsung berangkat. Jauh. Sampai di sana katanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, "Hei Muhammad, kamu pergi, kamu sekarang dakwah ke satu daerah namanya daerah Al-Ghosam tanpa imbalan." Gak takon amplope piro. Gak takon, kon ngene aku piro ngundang aku sing genah kon. Ndak carok lho kon, gak usah. Balas gratis di satu pulau, di satu daerah. Berangkat. Katanya Habib Abdullah bin Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Al-Habsyi. Faqal ana tahta amrik wa fi ta'atik law baghaita bija hatta ila kilhat. Saya di atas perintah kamu Habib. Seandainya kamu nyuruh saya ke neraka, saya berangkat ke neraka. Gak usah takon genah piro Bib, pasarane piro Bib, gak usah. Pelosok ini. Habib Abdullah ini katanya Habib Muhammad, katanya Habib Ali Habsyi, ana marratan ji'tul masilah indal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir fi sighari. Aku pernah satu kali ke rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika aku masih kecil. Wajadhu yajlis kulla yawmin ba'da salati subhi ma'a banatihi, wahida minhunna taqra alaihi fi hilyatil banat wal banin, wa wahida minhunna taqra alaihi fil mukhtasar latif, wa wahidah minhunna taqra alaihi fil al-jurumiyah. Habib Abdullah itu kalau pagi, Abdullah bin Husain bin Thahir, katanya Habib Ali Habsyi, ketika saya masih kecil, kalau pagi dia dudukkan anak-anaknya didudukkan, yang satu baca mukhtasar latif, yang satu baca jurumiyah, yang satu baca kitab Hilyatul Banat wal Banit. Jadi setiap subuh bapaknya ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dudukkan anaknya, tanya, ayo kamu sekarang bab nahwu, kamu nahwu sekarang, ayo kamu fikih, ayo sekarang kamu ini, ayo sekarang kamu ini. Kata Habib Habsyi, di zaman sekarang gak ada bapak kayak gitu. Sing ngono mari mangan kon. Mari mangan kan? Padahal kata Habib Habsyi, silahnya anak itu bukan silatul ta'am, silatul ilim. Untuk menyambung kepada anak itu bukan hanya makanan. Yang paling penting adalah menyambung ilmu. Kadang-kadang anak 10 sekolah kabeh kok ono sing dipondokno. Sing bongol baru dipondokno. Keliru apa ndak? Lak mokong dek pondok. Akate iki, wake iki, Pak. Banyak anak pondok tak takon, aduh Beb ngelundasku Beb. Les mokong baru uncalno pondok lho, gene pondok iki gawe uncal-uncalan ta ya apa sih? Yang pinter taruh pondok. Yang pinter taruh pondok supaya banyak ulama muncul orang yang besar-besar. Ojo wae sing mokong gak mampu dek pondok. Nah, inilah didikannya orang dulu. Jauh-jauh Pak. Gus Muhib ini pernah cerita sama saya. Abahnya dulu itu bawa cambuk. Kalau anaknya ndak sholat dilihat burini, sembahyang apa kak? Kak sembahyang cetos. Lalu beliau sendiri cerita. Lah ndak takokno masuk kategori aku. Beliau sendiri. Kalau anaknya ndak sholat langsung pukul. Anaknya sholat langsung pukul. Orang tua dulu bawa cambuk. Orang tua dulu bawa cambuk. Anak punya abah dulu, saya punya abah. Maghrib, Yasin, Waqiah, Tabarok, Rotibul Haddad. Ndak boleh turun dari amben. Turun dari amben cetos. Lebono kamar dikunci. Saiki baby bass mangke. Didikan semakin tidak ada. Ayolah ya. Kita mendidik anak itu adalah modal bagi kita. Insyaallah manfaatnya. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا ويتوب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات غامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكك وسرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين
من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب نهدم هذا الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.